السلام عليكم شباب، اليوم بدنا نشرح حل تحدي حركتي. طبعا احنا بهاي الحل يعني هنستغل ثغرة GOT. راح هسه حاليا قدامكم ماكو اي شي ظاهر عندنا بالكوكيز، اي شي مخفي، لازم نخاف اي شي حتى ما يعرف شنو. كذلك راح نطبع على النيتورك ونسجل قدامكم يعني حتى تشوفون. نكتب مثلا كلمة سر ادمن، طبعا هو منطق هذا سابقا انه الادمن الفلاج موجود بالادمن، كل شي ما موجود حاليا، ما معطي اي شي. نرجع نسوي تسجيل دخول، تعرفون شو حساب الهيستوري، هاي فلاك معكم بعدين، هاي سوالف نمبر. نجي نسجل اي حساب حاليا، مثلا ادمن 2 خلي كلمة سر. طبعا سابقا شباب انا حاولت احلها على البرب سويت لان كانت اكو مشكلة بسيطة، فاكتشفت انه الثغرة مصابة، لذلك راح امثلكم مباشرة من دون برب سويت افضل حتى تفهمون. حاليا سجلنا كادمن 2 طبيعي. شوفوا حاليا هسه نسوي لود، راح تلاحظون اعطانا كوكيز. الكوكيز هذا اللي هو هنستغل بيه ثغرة GOT موجودة في الجافا سكريبت على ما اعتقد، ما اتذكرها صراحة. شوفوا هذا GOT متكون من 3، القسم الاول اللي هو الهيدر، القسم الثاني اللي هو يوزر نيم والباسورد، اما القسم الثالث فهو السيجنفكس التوقيع. يعني الموقع ما راح يعبرك او ما راح يعطيك صلاحية تمشي تسوي شيء الا يكون توقيع مطابق، ميزة حماية اضافية. طيب اذا يعني حماية اضافية انت شلون راح تعبر؟ الحل راح نتلاعب بالملف مال جيسون GOT حاليا ثغرة، راح اوضح لكم شلون متكون. هسه عندنا حاليا انفيلد سيجنتشر، تفضل تبعلقي. عندك يوزر نيم والباسورد ما واضح اللي خليته انا سجلت فيه بالساعة. راح نتلاعب هاي التوقيع مالته، هنا اللعبة ايضا راح تصير اللعبة الثانية اللي هو مسويها على 2. طبعا راح استعمل اداة على مود اتلاعب مباشرة بالمعلومات واغيرها، تسمح لي تلاعب بالهذا مباشرة بالGOT. طيب اللعبون هسه شوف، راح اغير الادمن يوزر اسويه ادمن لان هو الفلاج موجود بالادمن تمام. اخذ ملف الكوكيز المعدل عليه، طبعا هاي الحماية حاليا ما راح اغيرها حتى اوريكم الخطر راح يصير اذا ما غيرها. سوي ريلود، رجعني للصفحة الرئيسية. ليش؟ لان الحماية ما مطابقة، التوقيع ما مطابق، لذلك فصل يعني لغاني مباشرة. هسه مثل ما راح اوريكم، بس اغير الحماية الخوارزمية اسويها ناون واحقن الكوكيز مباشرة، راح يعطيني الفلاج من دون اي رفض او تمام. طلع الفلاج، هاي الفلاج. طبعا شكرا لك نمبوري او امبوري على هذا التحدي، جزيل الشكر لك وبالتوفيق لكم جميعا. اخوكم احمد مسلم، الى اللقاء.